بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. معانا النهاردة بنشرح الدرس الخامس والسادس من يونت 6 للصف الثالث الإعدادي. تمام، بنبدأ مع بعض النهاردة من بداية الدرس. تمام، بالدرس معانا lessons 5 and 6 من صفحة 193 في كتاب Perfect in English. معانا خدنا المفردات الرئيسية، أكيد سمعنا من الريكورد النطق الصحيح للكلمات، وعرفنا الفروقات اللفظية كمان. نعدي عليهم سريعا كده. depressed محبط، تمام، وده شخص depressed محبط اخره اي دي، يعني صفه اخرها اي دي يشعر بها الشخص، يشعر بالاحباط. explain يشرح. entrapped ده فعل بمعنى ينقاطع. listener المستمع والمتحدث speaker عكسها. معنا كمان في الصفحه اللي بعدها معانا مفردات رئيسيه زي meet up with يتقابلوا معا. meet up with خد بالك من حرف الجر اللي هو كلمه with. go on استمر فيه او تابع الحديث. go on. cope with a problem يتعاملوا مع مشكلة. ومعنا كلمة filter برضو مهمة. معنا الفعل explain يشرح. معنا كلمة digital رقمي. و trust يثق. و trust يثق ده فاعل يعني، و trustful هي الثقة، تمام، أو trustworthy صفة يعني. ما علينا. معنا بعض البوادئ وبعض أهم مربع معايا بقى مربع التعبيرات وحروف الجر. have a test لديه اختبار. get ready for ready أصلا ready يعني مستعد، دي صفة. get ready تحولت إلى فعل بمعنى يستعد، يبقى get لازم تيجي مع كلمة ready عشان كلمة ready تتحول من صفة إلى فعل. get ready for get better يتحسن. happy with angry with as soon as possible في أقرب وقت ممكن. as soon as تمام، لازم نحفظها كويس، هنقابلها إن شاء الله في الترم الثاني. feel better يشعر بتحسن. go well يسير بشكل جيد. make sure do nothing do the shopping do the housework ask for وخلافه. طيب، معنا بعض الأفعال، معنا some definitions بعض ال definitions التعريفات. هنبدأ مع بعض هنا نتكلم عن مازن والأم. مازن بيتكلم هنا، ده في صفحة كام؟ ده في صفحة 196. معانا في صفحة 196 معانا مازن بيكلم مامته، بيقول لها I had a terrible day at school. أنا قضيت وقت أو يوم terrible فظيع في المدرسة. فمامته قالت له يا tell me about it. قول لي يا ابني إيه اللي حصل. what happened ماذا حدث. يبقى what happened للسؤال عن ما حدث في الماضي. what happened. لا it was my English class. كانت حصة الإنجليزي. you see انت تري يعني انت بص كده يو سي وبيكمل كلامه، يعني النقط دي ان هو بيكمل الكلام. ومادر بتقول له جو اون كمل. it might help to talk about it you know. تمام، يعني هو طبعا يو سي وقام واقف. it might ربما help to talk about تمام، ربما هذا يساعدك للتحدث عن هذا الامر، انت تعرف ذلك. we had a test. لا والله يا ماما we had a test نحن خدنا امتحان اختبار and I was last in the class وكنت آخر واحد في الصف، كنت آخر واحد في الفصل. فالأم قالت له that must make you feel very sad وده أكيد خلاك تشعر إنك حزين جدا. لا it was so difficult الامتحان كان صعب وأنا ما عرفتش أحل ومش عارف إيه. أكيد مازن ده مش بيجي عند مستر، أكيد مستر أحمد ما ديش النوعيات دي. Can you give me an example of what you mean. فالأم قالت له طب ممكن تديني مثلا مثال على اللي أنت بتعنيه أو بتقصده، أنا مش فاهمة يعني كان صعب إزاي يعني. لا well I didn't understand. قال لها أنا ما قدرتش إن أنا أفهم، ما فهمتش what they wanted me to write. ما فهمتش هما أو المدرس كان أو الأسئلة كانت عايزاني أكتب إيه بالظبط. they هنا بتشاور على الأسئلة، تمام، أو بتشاور على الأسئلة. بعد كده قالت له it's clear you are unhappy about it. واضح جدا يعني ان انت ما فهمتش هم عايزين انك تكتب ايه، او ما كنتش فاهم المفروض مطلوب منك انك تكتب ايه، وانت دلوقتي are unhappy انت غير سعيد about it. why don't we talk to the teacher. لما لا نتحدث مع المدرس. ايه رايك نتكلم مع المدرس ونشوف الموضوع ده ازاي، الامتحان كان صعب شكلك كده ضحك علينا والدنيا بايظه وهيجوا معاك المدرسه. اوبا، الواد مازن دلوقتي بقى في مشكله اكبر من الامتحان. أهم الأسئلة على الدرس choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة من A B C or D. مع number 1 the suffix اللاحقة not gives the noun of the verb agree. إيه اللي بتدينا الاسم من الفعل agree يعني يوافق. agreement طبعا هو الاتفاق، يبقى نضيف لها MENT. بعد كده رقم 2 بنقول huge tankers اللي هي ناقلات البترول، تمام. carry oil across seas and oceans يعني ناقلات البترول بتحمل الاويل اللي هو البترول، تمام. across seas عبر السيز البحور والاوشنز والمحيطات،
والتانكر تمام is a kind of، والتانكر ده نوع من انواع الانيمال ولا الشيب ولا الريلواي. بيقول لك بيعدي يعني الهيوج تانكرز دي ناقلات البترول بتحمل البترول عبر المحيطات والبحيرات، المحيطات والبحيرات او البحور تمام. فبيقول لك بقى التانكر ده نوع من انواع الايه، الانيمال ولا الشيب ولا الريلواي اللي هو الخاص بالقطار خط سكه حديد، ولا ميل وجبه اكيد ده شيب سفينه. رقم 3 the government الحكومة is going to renew. ركز معايا بالله عليك، مفيش حاجة اسمها skipping، مش تقدر انك تجتاز الفيديو وتقدمه لقدام. ولو انت دلوقتي بتتفرج معايا على اليوتيوب لا ما ينفعش تتفرج على اليوتيوب، انا عايزك تتفرج على المنصة اللي هي باسم @puzzle عشان اقدر اتابع المدة اللي انت تتفرج فيها قد ايه ومن امتى لامتى، وعشان كمان هيطلع لك اسئلة دلوقتي وركز معايا، هيطلع لك اسئلة تمام واحنا بنحل عشان تجاوب عليها، عشان نشوفك اصلا مركز ولا سايب الفيديو يعد مع نفسه وخلاص تمام. فركز لو سمحت. فاللي بيتفرج على اليوتيوب دلوقتي يا جماعه وضغط على علامه اليوتيوب بالغلط اللي كانت موجوده على الفيديو ودخل على منصه اليوتيوب، لا احنا عايزين نشاهد الفيديو من على منصه @puzzle تمام اللي انا ضايفها لك، والمفروض انك انضميت وبعت لك اللينك بتاعها كمان. The government الحكومة is going to renew more schools. الحكومة is going to renew يعني هتعيد تجديد more schools مدارس أكتر. The suffix not changes. بقول لك السفكس كذا it changes بتغير the verb renew هتغير بقى الفعل اللي هو renewed يعيد التجديد إلى صفة. يعني هتغير renew اللي هو يعيد التجديد دي إلى متجدد renewable يبقى نحط able. رقم 4 you must stop smoking ممنوع انك you must stop smoking يعني يجب عليك ان تتوقف عن التدخين. You must not this bad habit يجب عليك ان تتجنب هذه العادة السيئة. رقم 5 I have recently أنا مؤخرا finished أنهيت the school project المشروع المدرسي. وكلمة recently مؤخرا here معناها means تمام مؤخرا دي يعني مش من زمان، يعني يا دوبك من مدة مش يعني ايه مش من زمان قوي يعني. فعندك long ago منذ وقت طويل، not long ago ليس منذ وقت طويل يبقى not long ago. already بالفعل shortly ملهاش علاقه، shortly اصلا يعني غلط، كلمه shortly دي اصلا ما ينفعش تكون بالشكل ده كده. ERN is a useful piece of information or advice هي قطعة مفيدة من المعلومات أو النصيحة. إيه الحاجة دي بقى يا سيدي؟ tip يعني نصيحة، tip اللي هي بالآي مش بالأو، محدش يختار توب إيه يا ابني؟ a tip is a useful piece قطعة مفيدة of information من المعلومات or advice أو نصيحة. رقم 7 is the temperature هي درجة الحرارة and the other conditions والحالات الأخرى such as sun, rain and wind زي الشمس والمطر والرياح as a particular place and time وكمكان محدد ووقت محدد تمام. يبقى ال temperature اللي هو درجة الحرارة والظروف الأخرى زي الشمس والمطر كل ده اسمه إيه؟ بقول لك بقى at a particular دي اللي هتحل لك السؤال at a particular place في مكان محدد ووقت محدد. يعني وقت محدد ده يبقى ده المناخ ولا الطقس؟ اكيد يا مستر ده الطقس weather. بعد كده بنقول is the branch of science is the branch of science is the branch of science هو انه فرع من فروع العلوم that you have to study to become a doctor فرع من فروع العلوم انت لازم انك تذاكر او تصبح طبيب. يبقى ده ايه؟ medicine الطب. I had a terrible day أنا قضيت يوما فظيعا because of the accident بسبب الحادث. because of يأتي بعدها اسم because of يا شباب يأتي بعدها اسم، لكن because بس يأتي بعدها جملة كاملة. يعني مثلا because مثلا ممكن أقول I had a terrible day because I had an accident، ما ينفعش أقول because accident على طول، بدل هجيب اسم بعد because يبقى لازم أجيب حرف الجر of. يبقى because of يأتي بعدها اسم أو فعل مضاف له ing، أما because بس يأتي بعدها جملة كاملة. I had a terrible day because of the accident. كلمة terrible here means معناها كلمة terrible معناها إن الشيء ده كان سيء يبقى very bad. Before I leave for school قبل أن أغادر المدرسة I have breakfast أنا أتناول طعام الإفطار في المنزل. leave for يعني يغادر لي is similar in meaning متشابهة في المعنى مع تمام يغادر لي طبعا أو يغادر before I leave for school before I go to school ولا go outside ولا stay at ولا stay in طبعا go to. يبقى leave for زي go to بالظبط. before I leave for school before I go to school I have breakfast at home أنا بتناول طعام الإفطار في المنزل.
نكمل بعد كده في صفحة 197 معانا هنا choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة from A B C or D. معانا بنقول number 1 is not something، not ركز في النفي دايما، is not something ليس شيئا ما we want to see، حاجة احنا مش عايزين نشوفها، تمام، حاجة احنا مش عايزين نشوفها يا سيدي or here أو نسمعها بخصوص مدرستنا. طيب ايه الحاجة اللي احنا مش بنكون عايزينها نشوفها او نسمعها بخصوص او بخصوصها يعني نسمعها في مدرستنا، مش بخصوص مدرستنا at our school، هو السايبر بولينج، التنمر الالكتروني. بعد كده when he ran outside، عندما هو جرى بالخارج. منير felt، منير شاعرة، تمام، شايره بايه بقى؟ شايره بالحرج تقريبا. when he was the only player، عندما كان اللاعب الوحيد to wear a blue shirt، اللي كان لابس قميص ازرق، و other players واللاعبين الاخرين و all in red، كان كلهم لابسين احمر، فهو شاعره بالحرج felt embarrassed. نجوى was not، نجوى كانت ايه when she heard، عندما سمع that her grandfather، ان جدها was in hospital، ان جدها كان في المشفى. يبقى نجوى was pleased happy good upset، كانت منزعجة طبعا مش سعيدة. pleased يعني سعيد و happy يعني سعيد و good جيد. شادي makes us laugh، شادي يجعلنا نضحك. he is always joking، هو دايما joking بيهزر. هبة feels not because she has an important exam، لأنها لديها امتحان مهم tomorrow بالغد. يبقى هبة feels anxious، هبة تشعر بالتوتر لأن لديها امتحان بالغد. young children، الأطفال الصغار are not good listeners، ليسوا مستمعين جيدين because they often، لأنهم غالبا entrapped، يقاطعون. أهم الأسئلة على المهارات finish the following dialogue، أنا الحوار التالي. معانا أول dialogue اللي بنقول مع بعض سارة and علي، طبعا العنوان ده هو اللي بيحل لي أو بيديني الفكرة الرئيسية للدايلوج للحوار. سارة and علي، سارة وعلي are talking about علي's new mobile phone، يعني سارة وعلي بيتكلموا عن الموبايل فون الجديد بتاع علي. فسارة بتكلم علي بتقول له what a nice mobile phone، يا له من موبايل لطيف. when did you buy it، متى أنت اشتريته يا علي. when did، طبعا يا شباب هبقى ترجم هنا السؤال ده ازاي، هترجمه ازاي؟ ركز معايا كده لو سمحت. احنا معانا بعد الكلمة الاستفهامية اللي هي when معانا كلمة اسمها did تأتي في زمن الماضي البسيط، فبالتالي الفعل باي اللي هو أصلا ظاهريا يبان ان هو في المضارع، بس بترجم الفعل داخل السؤال على حسب من هو الفعل المساعد. يعني الفعل المساعد دلوقتي did، يبقى ترجم باي في الماضي. يبقى متى أنت اشتريته، فلما يجي يجاوب برضه يجاوب في الماضي، يقول I bought مثلا، أنا اشتريته I bought it، أنا اشتريته مثلا last week، الأسبوع الماضي. اي وقت في الماضي بقى last week، الاسبوع الماضي، لسه شاريه الاسبوع اللي فات، تمام. ونحط في الاخر فول ستوب ونكبر شويه عشان يكون واضح. بتهيألي اللون الازرق مش احسن اختيار، ممكن اللون الاحمر مناسب. I bought it last week، انا اشتريته الاسبوع الماضي. بعد كده how much is it، كم ثمنه. طبعا دي سؤال عن الثمن، يبقى it is ممكن يا سيدي اقول مثلا 5000 جنيه، تمام، L او باونس جنيهات، 5000 جنيه. بعد كده بنقول I bought it from a mobile shop، أنا اشتريته من محل موبايلات. يبقى من أين أنت اشتريته؟ where، خلي بالكوا حرف ال W لازم يكون كابيتال، يبقى where did. ليه بقى حطيت did؟ عشان السؤال في الماضي. where did you، واجيب بقى الفعل اللي كان هنا تحت هنا ده، الفعل اللي هو bought اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم دلوقتي في الماضي ده، لازم يكون بقى في السؤال بتاع الماضي البسيط في المصدر، لأن did بيأتي معاها فعل في المصدر. يبقى where did you buy، where did you buy it، يعني متى أنت أو سوري من أين أنت اشتريته منين. فطبعا I bought it from a mobile shop، أنا اشتريته من محل الموبايل. بعد كده سارة بتسأل سؤال تاني لعلي، بتقول له سؤال، قال لها yes it's a smartphone، إنه هاتف ذكي. طبعا الإجابة هنا بكلمة يس، فبالتأكيد السؤال بتاعي لازم يكون سؤال بهل، يعني لازم أسأل سؤال بهل باستخدام فعل ناقص أو فعل مساعد. طب أجيب الفعل الناقص ده والفعل المساعد منين؟ من الإجابة. هنا بيقول لي yes it is، فبالتالي هستخدم is في السؤال وأقول is it smart، تمام، أو is it a smart، تمام، a smart mobile أو a smartphone، هل هو هاتف ذكي؟ طبعا قال لها yes it's a smartphone، انه سمارت فون. can you come with me to get one، طب ممكن تيجي معايا عشان نجيب واحد. عجبها قوي يعني، تمام، of course بالطبع،
تمام. هنا يا شباب هي بتطلب طلب مهذب، ما ينفعش اقول لها yes you can، yes of course، او sure بالتاكيد، تمام، وهكذا، وفي الاخر full stop. okay of course او yes of course، sure بالتاكيد، no but no, not now ليس الان. read and complete the text بيقول لك اقرأ واكمل النص بكلمات من ال following list من القائمة التالية. معانا زي ما انتم شايفين كده قائمة available password bully must mustn't cyber bully. available يعني متاح، password اللي هو الباسورد الرقم السري، bully يتنمر، must يجب ان، mustn't لا يجب ان، cyber bully اللي هو يتنمر. there are some tips to follow يوجد بعض التبس بعض النصائح to follow لكي تتبعها when using the internet عندما تستخدم الانترنت. you not be careful، تمام، عايزين نقول هنا you not be careful when you use the internet. يبقى تاني there are some tips يوجد بعض النصائح to follow لكي تتبعها when using the internet عندما تستخدم الانترنت. أول حاجة you هنرقم على طول you not be careful يبقى يجب أن تكون حريصا. number one must when you use the internet عندما تستخدم الانترنت. don't tell others لا تخبر الآخرين your password الباسورد بتاعك. respect others احترم الآخرين and never not anyone ولا تتنمر على أي شخص never bully. don't use all available websites لا تستخدم كل ال available websites كل المواقع المتاحة. only use the ones فقط استخدم اللي انت بتثق فيهم. the ones اللي هي بتشير إلى كلمة websites مواقع اللي انت بتثق فيهم، ما تستخدمش كل المواقع يعني. بعد كده هنحل تيست على يونت 6. معانا التيست الأخير موجود معانا عشان نبدأ في المراجعة. ياه لقد هرمنا والله. finish the following dialogue أنهي الحوار التاني. معانا هنا في عنوان المحادثة بنقول هالة is talking to عبير. هالة بتتكلم مع عبير about an interesting book بخصوص interesting book اللي هو بخصوص كتاب شيق. فعبير هنا بتكلم هالة وبتقول لها hello هالة what are you doing ماذا أنت تفعلين. نخليه بس التكست كده. سوري. المهم بنقول هي يا شباب اهوت عندنا عبير بتكلم هلا بتقول لها هلو هلا وات ار يو دوينج ماذا انت تفعلين. تمام اكيد قالت لها انا بقرا مثلا كتاب. تمام يبقى I'm reading a book. تاني هنا what are you reading what are you doing يبقى I am reading a book. reading انت بكتب reading. تمام a book انا اقرا كتاب وخلاص كده. بعد كده طبعا هتساله سؤال او عبير هتسال هلا سؤال وتقول لها ماذا يدعى. ركز معايا بقى لو سمحت كده. بص كده it ده ضمير فاعل is verb to be call جاي بعده تصريف ثالث. تمام يعني ده تصريف ثالث. يبقى verb to be لما يجي بعده تصريف ثالث يبقى دي صيغه اسمها صيغه المبني للمجهول. يبقى it's called انه يدعى ويسمى. يبقى لما اجي اسال سؤال واقول ماذا يدعى يبقى what is it واجيب الفعل في التصريف الثالث في السؤال عادي. what is it called. حتى الكمبيوتر طلعها لوحده دلوقتي لو انت لاحظت عايز ترجع الفيديو وتتاكد معايا. what is it called يعني يدعى ايه ماذا يسمى او يدعى. قالت لا it's called ديفيد كوبرفيلد يعني يدعى ديفيد كوبرفيلد. دي قصه مشهوره. قالت لا is it interesting ده سؤال بهل. السؤال رقم 3 هنجاوب على سؤال بهل اللي هو is it interesting. طبعا هل هو شيق. yes نعم. تمام وكوما yes it is طبعا شيق. امال ايه. تمام احنا عملنا بس حرف الاي هنا كابيتال والمفروض يكون اسمه العادي yes it is. بعد كده عبير بتسال سؤال تاني قالت لها it was written برضه مبنيه المجهول. خلي بالكم المحادثه مش سهله لازم تكون فاهم صيغه المبني المجهول. it هنا جاي بعدها ايه was verb to be وverb to be جاي بعده ايه written تصريف ثالث. ما احنا واخدين wrote written. it was written by Charles Dickens يعني كتب باستخدام تشارلز ديكنز. يعني ممكن اقول من كتب هذا الكتاب يعني او الكتاب ده كتب بواسطه من. مين اللي كتبه. يبقى who ممكن اقول who. تمام من اهو بالشكل ده كده who من. بعد who بقى يا سيدي المفروض بقى ان احنا نستخدم صيغه المبني المجهول. who was المفروض بقى يا سيدي ما احنا معانا في بدايه الجمله it was written by. تمام ممكن نقول هنا who was written بالشكل ده كده. نمسك بقى was written زي ما هي was written مش was written غلط. هنقوله who wrote من كتبه. فعل تصريف تاني على طول. who wrote it من كتبه. who wrote it بالشكل ده كده. ده ابسط سؤال ممكن نعمله. who wrote it من
كتبه. وممكن يعمل السؤال في صيغة المبني المجهول بس ده مش عليكم دلوقتي. Can you lend me this book؟ هل يمكنك أن تعيرني هذا الكتاب when you have finished reading it؟ لما تخلص قراية. فهذا طبعا تقول لها yes of course، yes sure بالتأكيد، أمال إيه؟ بعد كده معانا reading comprehension، معانا قطعة هنا، معانا صندوق برضو هنا زي ما انتم شايفين كده. importance مهم، physical جسدي، bullying تنمر، more important most. تمام. importance اللي هي أهمية اسم، important صفة اللي هي مهم، physical جسدي، bullying التنمر، more أكثر، most معظم. تمام. دلوقتي هنحل مع بعض بقى، هنكمل القطعة اللي انتم شايفينها دي. teenagers المراهقين around the world حول العالم have a lot of problems لديهم الكثير من المشاكل. one of these problems واحدة من هذه المشاكل is تكون، واحدة من هذه المشاكل هي ايه بقى؟ التنمر. واحدة من هذه المشاكل يا شباب هي البولينج، التنمر رقم 1. which has a bad effect الذي لديه تأثير، اهو which بمعنى الذي، ضمير وصل يشير الى غير العاقل، ما هو غير العاقل اللي بيشاور عليه هو التنمر. يعني بقول لك ان التنمر هو الذي has a bad effect لديه bad effect، يعني bad effect تأثير سيء، كلمة effect يعني تأثير on teenagers على المراهقين. it's not to keep in mind، it's important انه من المهم to keep in mind ان احنا نخلي في عقولنا، يعني نضعه في عين الاعتبار that there are different kinds of bullying انه يوجد الكثير من انواع التنمر. they are not ايه بقى؟ they are not verbal emotional bullying، يعني هم physical، طبعا كلمة physical 3 يعني تنمر جسدي، verbal لفظي، emotional عاطفي، and cyberbullying وتنمر الكتروني. physical bullying التنمر الجسدي is the not common form of bullying، التنمر الجسدي is the most common. ليه بقى كلمة common يا شباب؟ يعني شائع، وكلمة common صفة، فاحنا نجيب قبلها most. ليه بقى؟ لأن ذا أصلا ذا تأتي في التفضيل ومعها بعدها كلمة most في حالة التفضيل لما يكون الصفة طويلة زي common كده، يبقى the most common form of bullying، يعني ده أكتر شكل شائع من التنمر. we need to keep the teenagers، احنا محتاجين ان احنا نحافظ على teenagers المراهقين او نجعل المراهقين aware واعيين of such bullies، تمام، في مثل هذه التنمرات and teach them ونعلمهم how to ask for help كيف يطلبون المساعدة. معنا هنا read the following text، اقرأ النص التالي then answer the questions، بعد كده اجب عن الأسئلة. education التعليم is the most important أو the most important thing، التعليم هو أكثر شيء مهم in our life في حياتنا. first of all دي أولا، وممكن نضيف في بداية الجملة ونحط بعدها كوما. first of all education التعليم gives يعطينا gives us the ability يعطينا القدرة to read أن نقرأ and write ونكتب. it helps وهو يساعدنا to understand أن نفهم the world around us، يساعدنا أن نفهم العالم حولنا. if people لو الناس are well educated، لو الناس are well educated متعلمين كفاية أو كويس، they can know their duties، ساعتها الناس دي لو متعلمة كفاية هيعرفوا their duties واجباتهم and rights وحقوقهم quite well إلى حد ما بشكل جيد. يعني التعليم مهم جدا يا شباب، وبيدينا القدرة على القراءة والكتابة، وده يساعدنا نفهم العالم. والناس اللي هي بقول لك لو الناس بقت well educated متعلمة كويس، ساعتها يكونوا عارفين واجباتهم وحقوقهم إلى حد ما بشكل جيد. with the people of education مع الناس بقى بقول لك with the help of education مع مساعدة التعليم we can develop new ways، نحن نستطيع أن نطور new ways طرقا جديدة for a better life لحياة أفضل. a good education التعليم الجيد is extremely essential، يعني is extremely essential يعني مهم extremely للغاية، كلمة extremely للغاية، مهم للغاية. كلمة essential صفة بمعنى important بتساوي كلمة important، يعني يبقى is extremely essential التعليم الجيد هو مهم للغاية for everyone لكل شخص to learn أن يتعلم and succeed in life وينجح في الحياة. everyone فقرة جديدة، بنقول هنا everyone فقرة جديدة، عرفت منها مستر ان هي فقرة جديدة. ما يا جماعة لما تلاقي هنا فراغ بنفس الشكل ده كده يبقى دي أول الفقرة، فراغ يبقى دي أول الفقرة، يعني القطعة معانا مكونة من فقرتين يا حبيبي. احنا بنيجي نكتب باراجراف، ما باراجراف يعني فقرة، بنبدأ احنا بنسيب مسافة في بداية الفقرة. everyone
كل شخص has the right to good education. يعني كل شخص لديه الحق أن يتلقى تعليما جيدا. To achieve لكي يحقق their goals أهدافه في الحياة. Everyone has their own dreams. وكل شخص لديه أحلامه الخاصة of being somebody important لكونه somebody important شخص مهم in the community في المجتمع. Parents الآباء also dream أيضا يحلمون that their kids إن الأطفال بتوعهم will have good professions سوف يكون لديهم good professions. يعني good professions يعني احترافات أو مهن تمام جيدة مثل الدكتورز يكونوا أطباء engineers. يعني الآباء الشباب دايما بيحلموا بكده إن أطفالهم يبقى عندهم professions مهن جيدة مثل الطب وإن هم يكونوا دكاترة engineers مهندسين officers ضباط or any other high level professions أو أي high level professions أي مهن high level مستواها عالي. They من they اللي هم الآباء always have high hopes دائما have high hopes لديهم آمال مرتفعة for their children لأطفالهم. دايما شايف الطفل بتاعه انه يتمنى انه يكون احسن منه طبعا وده دايما اللي بابانا ومامتنا معودين عليه في البيت ابائنا ربنا يرحم كل اباء المسلمين. دايما باباك او مامتك في البيت عايزك تكون احسن حد. بالتعليم بقى بيحاول انه يساعدك انه يعلمك بشكل جيد ويخليك well educated معلم بشكل جيد لكي تحصل على ارقى واعلى الوظائف او المهن. Education التعليم doesn't only offer لا يعرض فقط a good job وظيفة جيدة but also helps ولكن أيضا يساعدنا to understand life أن نفهم الحياة through a different point of view من خلال نظرة مختلفة أو through a different point من خلال نقطة مختلفة of view من وجهة النظر. يعني بيخلينا نبص للحياة يعني أو نفهم الحياة من نقطة مختلفة. تمام. all our goals كل أهدافنا can be achieved مبنية المجهول أو can be verb to be أو شكل من أشكاله. ما هو be شكل من أشكال be يعني be am was were was were being been تصريف ثالث وده شكل من أشكالهم ده التام بتاعهم. وهي فيها تصريف ثالث يعني هذه الأهداف وكل هذه الأهداف يمكن أن تحقق. مين اللي حققها؟ إحنا. يبقى all our goals كل الأهداف يمكن أن تحقق through education من خلال التعليم. Education التعليم improves يحسن the quality of life يحسن جودة الحياة. Choose the correct answer اختر الإجابة الصحيحة from A, B, C or D. The passage is mainly about الفقرة بشكل أساسي عن education اللي هو التعليم. Education التعليم gives us يعطينا the ability القدرة to not with others القدرة على أن نفهم الآخرين وبس هنا في with يبقى communicate with others أن نتواصل مع الآخرين. Education التعليم helps people يساعد الناس to get أن يحصلوا على professions يحصلوا على good professions مهن جيدة. What does the underlined pronoun they الضمير اللي هو they اللي تحته خط ده refer to يشير إلى إيه؟ ضمير they ده يشير إلى إيه؟ طبعا احنا قلنا فوق إنه بيشاور على parents على الآباء فممكن نقول الإجابة the underlined pronoun they refer ونحط الريفير اس ده في الجملة الخبرية مش في السؤال. هو ما كانش مضاف له اس في السؤال لأن does طبعا بتخلي الفعل يكون في المصدر يعني does كان مخليه ريفير تكون في المصدر. بس دلوقتي احنا هنجاوب بقى جملة خبرية فنقول the underlined pronoun الضمير اللي هو they اللي تحته خط ده الضمير اللي تحته خط refers to يشير إلى parents الآباء parents. معلش بقى على خط الماوس بالشكل ده كده ده حرف B وده حرف A. how do parents كيف الآباء like their kids to be الآباء بيبقوا عايزين ولادهم يبقوا إيه أو يكونوا إيه. طبعا دي كانت موجودة في الآخر خالص نمسح بس عشان نعرف نشوف ونحدد على الإجابة مباشرة أهو. عندنا هنجيب القلم الأصفر أو البينك ده كويس. بنقول parents also dream their kids will have good professions like doctors. ماشي يعني عايزين برضو الفعل اللي موجود في السؤال يحبوا يشوفوا ولادهم إيه. ماشي هنقول يا سيدي ممكن نبدأ من أول هنا. Also dream that parents also dream that their kids will have a good professions like doctors, engineers. No. ماشي دي غلطة بس ما علينا يعني دي ممكن نمسحها كده بالشكل ده. نرجع نكمل تاني بقى. Parents also dream that their kids will have a good professions like doctors, engineers, officers or any other high level professions. بس كده يا سيدي دول سطرين بتوع الإجابة بتوع سؤال تمام. ماذا الآباء يحبون their kids to be يحبون أطفالهم يكونوا إيه.
Do you agree؟ هل تتفقوا with the writer مع الكاتب أن التعليم الجيد، هل أنت كشخص يعني بتتفق أن التعليم الجيد is important مهم for everyone لكل شخص؟ ولو قلت تقول لي، ولو قلت لا برضو تقول لي. تمام. هنا الإجابة يا شباب مين مش من القطعة، هنا إجابتك أنت. يعني عن نفسي مثلا أنا هقول yes. تمام. yes I agree with the writer، أنا أتفق مع الكاتب، وابدا اوضح السبب. بيكون مثلا هنقول مثلا ان if you have a good education، ممكن نعمل جمله باف لو انتوا فاكرين اف قاعده اف يعني اهوت if you have a good education، يعني لو انت لديك تعليم جيد education، لو انت لديك تعليم جيد ثانيه واحده اهو if you have a good education. تمام. you انت. تمام. وحط بعد you can، دي الحالة الأولى. you can get يمكنك أن تحصل، أو you can معلش عامل لي حرف الواي كابيتال. you can get يمكنك أن تحصل على a high job، وظيفة high عالية، high job بهذا الشكل. تمام. بعد كده بنقول هنا طبعا فول ستوب في الآخر. بعد كده بنقول هنا choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة من A B C or D. number 1 رقم 1 بنقول هنا is when unkind or cruel things، لما unkind أو الأشياء الكرول القاسية والغير طيبة are said تقال، are said مبنية للمجهول، لما الحاجات دي تقال about someone online يبقى الحاجة دي اسمها cyberbullying، تنمر إلكتروني. بعد كده السؤال رقم 2 the government الحكومة is going to renew، الحكومة هتجدد more schools مدارس أكتر. what is the suffix ما هي اللاحقة المستخدمة لتغيير الفعل renew، لتغيير أو to change the verb renew عشان نغير الفعل اللي هو يجدد إلى صفة. هي من اللاحقة اللي هي معانا renewable اللي هي متجدد صفة. the opposite مضاد كلمة anxious يعني متوتر، ودي صفة مضادها شخص متوتر، شخص مش متوتر، شخص relaxed. وعايز المضاد opposite يعني مضاد. to not means to stop someone أن توقف شخصا ما from speaking من التحدث or doing something أو فعل شيء ما by suddenly speaking بالكلام فجأة، يبقى ده entrapped يقاطع. what is the matter ما الأمر، كلمة matter here معناها كلمة matter معناها problem ما المشكلة. what is the problem some bad people بعض الناس السيئين يقولون unkind or cruel things، يقولون أشياء قاسية أو أشياء غير طيبة بخصوص الناس أونلاين. هذا معناه إن الناس دي الباد بيبل دول bully بيتنمروا، أو cyber bully فعل يتنمر إلكترونيا. others online يتنمرون على الآخرين على الإنترنت. complete the following sentences أكمل الجمل التالية with the correct form of the words in brackets. number 1 جاي في كفر الشيخ 2022 I not tell my parents about the problem I faced، يبقى أنا كنت مضطر إلى أن أخبر أبواي. I had to tell my parents about the problem that I faced اللي أنا واجهتها. لو كانت face دي ما كانتش في الماضي كنا نقول I have to صح، لكن هي في الماضي أنا واجهت المشكلة دي في الماضي، يبقى أنا يا سيدي كنت مضطرا إلى. والله تنفع برضه have to، يعني أنا مضطر إلى، لأن المفروض دي مثلا تكون بالماضي التام. هات تو غلط يا شباب، تصوروا إن هات تو غلط لغويا غلط. أو I have to tell my parents أنا يجب أن أخبر أبواي about the problem بخصوص المشكلة اللي أنا واجهتها. أنا واجهت المشكلة خلاص في الماضي، دلوقتي بقى مضطر إلى إخبارهم، أو من الضروري أن أخبرهم. تمام. يبقى have to أصح مش had to خالص. had to ما تنفعش. لو كانت هناك that I had faced كانت زمن اسمه الماضي التام اللي احنا ناخده الترم الثاني، ساعتها كنا نعملها had to تبقى صح. be careful كن حريصا you not reveal تكشف the secret هتكشف سرهم، يبقى كن حريصا you mustn't ممنوع انك تكشف سرهم، يبقى نخلي mustn't بالشكل ده كده mustn't in apostrophe t. you not come and have lunch with me I am waiting for you أنا مستنيك، يبقى أنت لازم تيجي وتتعشى معايا او تتغدى معايا، ده غدا. تمام. لانش يبقى دي دعوه حاره، يبقى يو ماست. بابلز يعني بابلز التلاميذ يا جماعه، ما حدش يخلطها بكلمه اسمها بابلز اللي هي بالبي الخفيفه بمعنى فقاقيع، لا، او ده حرف يو، لا بابلز بقى بالبي اللي انتم شايفينها دي الثقيله دي بابلز التلاميذ in primary schools في المدرسه الابتدائي not wearing uniform لازم يلبسوا يونيفورم، يبقى have to wear have to تأتي مع الأشياء الإلزامية اللي هم مضطرين يعملوها غصب عنهم. do you have to travel to Alexandria by train do you have to هل أنت مضطر إلى أن تسافر do you have to travel أن تسافر to Alexandria by train بالقطار. طبعا writing a review of teenagers problems وده طبعا نقد تمام عن مشاكل التينيجرز، هتكلم عن أكثر المشكلة أو أكثر المشاكل مثل cyberbullying التنمر الإلكتروني.
ممكن برضو تتكلم عن او الويستنج اوف تايم، تضييع الوقت، دي برضو من مشاكل التينيجرز. ممكن برضو تتكلم عن غير المشاكل، ايه المشاكل التانية اللي موجوده عندكم يا شباب؟ انا حاسس ان انتوا ما عندكوش مشاكل اصلا. مشاكل مثلا عدم فهم مثلا بعض المراهقين للرياضيات، ممكن نقول كده. في مشكله برضه، في مشاكل اكبر بس انا مش عايز اقول لكم المشاكل. يعني في بروكراستينيشن، في تسويف، في ان المراهقين عندهم تسويف، تاجيل للحاجه، كل شويه هاكل هشرب بالاول بعد كده اذاكر، طب انا حاسس تعبان، طب انا مصدع، طب اشرب كوبايه شاي بس، طب انام بس واصحى بدري، كل ده تسويف. دي برضه مشكله عند التينيجرز. بس عموما يعني هتشوف المشاكل معاك هنا في الوحده، هتلاقي اكترهم تمام مشكله السايبر بولينج اللي هو التنمر الالكتروني. طبعا ده جزء خاص بالازهر. المحادثه بتكون سهله خالص، دي ما فيهاش مشكله ان شاء الله. تمام. التشوز ذا كوريكت انسر برضه سهل، مفيش مشكله. تمام. ومعاك طبعا ده كومبليت، اكمل الجمل باستخدام الشكل الصحيح للكلمات. معاك سؤال اكمل. تمام. بالنسبه لبتوع الازهر ذا فاكتوري وركس، ده سؤال اكمل يعني المفروض انه صح يعني مش اكمل. workers have to طبعا هنا have to because the manager the meeting was cancelled because the manager had to travel. had to برضه في الماضي، دي بقى في الماضي يعني الاولانيه في المضارع والثانيه في الماضي. You not play with matches وليد. You mustn't. ممنوع انك تلعب بالماتشز بالكبريت يا وليد. تمام. mustn't. Will school rules. Okay. Thank you. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.